في ظل انشغال العالم كله بتفشي فيروس كورونا، تكثر التساؤلات ومحاولات البحث لمعرفة تفاصيل حالة الإيغوريين الذين يحتجزهم الحزب الحاكم في معسكرات الاعتقال، وكانوا يعانون الأمرين حتى قبل تفشي الفيروس. ما الذي رشح عن حالتهم وما هي المعلومات المتوفرة؟ أركين صديق ناشط إيغوري وأكاديمي مقيم في الولايات المتحدة تربطه علاقات ثقة بعدد من الإيغوريين في الداخل. في حديث خاص لأخبار الآن يقول إن وضع الإيغوريين لا يطمئن أبدا، وآخر معلومات وصلت إليه بحسب ما أعلن لنا أن الجوع يضرب بأحد المعسكرات. I have some contacts basically. لدي مصادري، وعادة بعض الإيغوريين عندما يحصلون على معلومات يزودونني بها mainly because they trust me. لأنهم يثقون بي. إيغوريون تحدثوا إلى أفراد عائلتهم مباشرة، ومنهم إيغوري أبلغنا أن شقيقته في أحد معسكرات الاعتقال وليس هناك من طعام لمدة 9 أيام، وكان هناك قلقا على العائلات في هذه المعسكرات إذا ما كان في استطاعتهم الصمود. During the period of this lockdown in northern East Turkestan. في وقت الحجر الصحي في شمال تركستان الشرقية، تواصلت عائلة مع أحد معارفي، وقالت الأم لهم إن هذه المكالمة ستكون الأخيرة. لم يعد هناك أي شيء في البيت لنتناوله، وأن الطقس شديد البرودة، وهم يعملون على حرق الثياب لينالوا قسطا من الدفء. كان ذلك محزنا جدا. And it was very sad. We saw some other videos also that where people burning clothes. شاهدنا بعض الفيديوهات الأخرى يحرقون ثيابا داخل المنزل ليتدفئوا بها. هذا آخر ما حصلت عليه. And after that we couldn't get any new information on that. Some insiders, I got some information from some insiders which they told me that تلقيت معلوماتي من عدد من الناس في الداخل، وهم أكدوا أن عدد البالغين المتواجدين في داخل مراكز الاعتقال هو 4,800,000 معتقل، وهذا الرقم لا يتضمن 500,000 طفل المنفصلين عن عائلاتهم. ما يحصل أنه في عدد من العائلات الأهل يتم احتجازهم في معسكرات اعتقال، والأطفال يصبحون يتامى، والحكومة تضع هؤلاء في معسكر اعتقال مختلف يسمونه ميتم، ولكنه بالفعل معسكر اعتقال، وهو ما يجعل الرقم كبيرا جدا ما بين البالغين والأطفال، أكثر من 5 ملايين. عندما يكون هذا العدد الهائل داخل معسكر اعتقال والبلاد في حجر صحي، كيف يمكن لهؤلاء أن يصمدوا؟ الحكومة الصينية سدت كل الطرق للحصول على معلومات. لقد حاولت جاهدا، لم أستطع أن أتحصل على شيء. ما عدا ما أبلغتني به عائلة أنهم حرموا من الأكل لمدة 9 أيام في إحدى معسكرات الاعتقال في قشقر. صديق زودنا بفيديو قصير من داخل أحد معسكرات الاعتقال الخاصة بالأطفال، قال إنه صور حديثا، ما يشكل خطرا كبيرا ويهدد بانتشار الفيروس.